الملحن عمرو مصطفى نشر بوست على صفحته على الفيسبوك اتهم فيه رامي صبري بسرقة واقتباس دخول أغنيته الأخيرة يمكن خير من أغنية رقصة. فكتب وقال: لما تسمع أغنية رقصة وتلاقي زميل سرقها وبطأ الدخول وكتب عليه كلام وكمان تدخل ترند وكتب ألحانه. ولكنه بعدها كتب بوست تاني قال فيه: رامي صبري أول واحد بارك لي هنا على الصفحة على الألبوم الجديد، يمكن هو الفنان الوحيد. بحبه جدا كفنان وإنسان وبحب جدا أستفزه لأنه صديق جدع وعامل ألبوم جامد كمان. بس هو تأثر بالأغنية رقصة وعادي، حبيت بس أقولها بهزار. بس عيب الصحافة تكتب سرق، في الأول وفي الآخر ده زميل وصديق وعشرة عمر، وعادي تتوارد الأفكار، بتحصل. بس دي آخر مرة يا رامي حبيبي والله. النجم رامي صبري رد على الاتهامات بسرقة واقتباس لحن أغنية يمكن خير من أغنية رقصة لعمرو مصطفى. فكتب وقال: هزر براحتك يا عمرو، بس أغنيتي يمكن خير دي أنا ملحنها من 2009، وانت عارف إن رامي صبري مستحيل ياخد لحن مش لحنه وينسبه لنفسه، وتاريخي وجمهوري المحترم يعرف الكلام ده. فما بالك انت بقى؟ حصل خير، وبعد كده ما تهزرش معايا عشان انا ما بحبش النوع ده من الهزار يا لذيذ.